بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في مستجدات الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية الترجي يعلن عن صفقة عماد فراج والتعاقد مع اللاعب المغربي الفرنسي صاحب 27 سنة لمدة 3 سنوات. اللاعب هذا حكيت عليه سابقا وخصصت له حلقة كاملة، حكينا على الجوانب الفنية متاعه والقوة متاع هذا اللاعب وفنياته ما شاء الله، يعني باش يكون مفاجأة كبيرة للمكشخين اللي ما يعرفوهوش. وبالنسبة للي يتابعوا أكيد الحلقة اللي عملناها بخصوص عماد فراج وحكينا على كامل تفاصيله الفنية، وزاد حكينا على انه اللاعب هذا جوكير يشغل اكثر من بوست معناتها او من موقع داخل التشكيلة. يلعب في الاصل هو كجناح ايمن، ويلعب زاد كجناح ايسر وخلف المهاجم، ويلعب كصانع العاب. دونك لاعب جوكير وين تستحق تلقاه. دونك نتصور باش يكون عماد فراج اساسي ربما في اول مباراة واول لقاء، ربما نشاهدوه اساسي في حال انه الإطار الفني لقاه في أتم الجاهزية نتاعو. حاليا حسب اللي يتابعوا في التدريبات وأصدقاء المقربين، وحتى أنا كيف مشيت وشاهدت من التدريبات، اللاعب حاضر وجاهز وينجم يعطي الإضافة. قبل ما نكملوا نحكيو على تفاصيل اللاعب الفنية، زاد باش نحكيو على يوسف البليلي وتطوراته. فما المحامي أنيس بن ميم اللي عطى بعض المستجدات وفسر الوضعية القانونية ليوسف البليلي ووضح لنا اكثر الامور. هذا كل باش نحكيو عليه. دونك كمل معنا الفيديو هذا للنهايه، وما تنساش اللايك الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل اخبار الترجي الرياضي التونسي، وشاركونا برايكم في التعليقات كيف العاده. نبداو اول حاجه بموضوع اللاعب عماد فراج اللي هو مغربي فرنسي، تولد عام 11 فيفري 1999، عمره 27 سنه. يلعب كجناح ايمن، هذا مركزه الاساسي، ويلعب زاد كمراكز ثانويه، قلت لكم جناح ايسر وصانع العاب خلف المهاجم. بالنسبه للمسيره تاعو بدات في ليل الفرنسي وغادي وين تكون، ومعناتها اللاعب هذا يتمتع بتكوين على اعلى مستوى وجودة عالية جدا. نعرفوا نحن قيمة التكوين في نادي ليل الفرنسي. دونك القيمة تاعو وقتها كانت 300 ألف يورو أول ما بدأ الاحتراف نتاعو. يعني حتى كيف بدأ الاحتراف كانت القيمة نتاعو مرتفعة ومحترمة. من بعد الانفجار نتاعو في المهارات وفي اللعب وفي الأداء بدأ في الدوري القبرصي والمسابقات الأوروبية في بين 2022 و 2024 غادي وين شهدت القيمة التسويقية نتاعو قفزة من 300 ألف يورو سنة 2020 إلى 500 ألف يورو، ثم إلى 1.5 مليون يورو في عام 2024. وتوا القيمة تاعو التسويقية في 2026 بعد انتقاله للترجي تقدر ب 1.2 مليون يورو. يعني نحكيه على قيمة تسويقية عالية مرتفعة، وهذه اللي تعطيك انطباع على قيمة اللاعب. راهو زادك يبدأ اللاعب عنده قيمة عالية راهو مادية، معناتها ظاهر انه عنده زاد فما علاش معناها. نتعداو الإحصائيات متاعو. موسم 25 26 هو الوحيد اللي باش نحكي عليه. دونك لعب 28 مباراة رسمية في كافة المسابقات، منها مسابقات دوري أبطال أوروبا. سجل 6 أهداف، تمريرات حاسمة 5 أهداف، وإجمالي المساهمات كانت 11 مساهمة تهديفية في 28 مباراة. يعني في دوري قوي، في معناتها في دوري أوروبي، حاجة معناتها محترمة جدا كحصيلة كإحصائيات. لكن نحن أكيد ما نعملوش كان على الإحصائيات في متابعتنا لأي لاعب، وإنما زاد لازم المتابعة الميدانية والمتابعة للمباريات الكاملة باش تعرف حجم اللاعب. أنا تفرجت له صراحة في المباريات التاعو الأخيرة،
لاعب على أعلى مستوى، عنده سرعة ما شاء الله رهيبة، عنده الفينيشينج حاجة محترمة معناتها، يعني عنده دي جيست تكنيك زادة حاجة من وراء الخيال بصراحة. اللاعب هذا باش يبدع وباش يمتع بإذن الله الجماهير الترجية. دونك ننتظروا منه حاجة كبيرة إن شاء الله. اللاعب عنده ليكي باس والتمريرات الحاسمة وصناعة الأهداف، معناتها اللاعب هذا يصنع لك برشا أهداف ويصنع برشا خطورة. للأسف معناتها مع الفريق متاعه كان يصنع في برشا أهداف، وحكيت عليها النقطة ذي. اللي تفرج في الحلقة اللي عملناها على عماد فراج راهو أكيد راهو سمعني، قلت راهو في كل مباراة يصنع في 3 4 فرص تاع أهداف، لكن اللي معاه يضيعوا. دونك اللاعب هذايا في كل ماتش يصنع ويخلق الخطر، وين تجي الكرة في ساقه في الأمتار سواء الأخيرة أو حتى في منتصف الميدان، يعرف كيفاش يخرج بالكرة، ويعرف ساعات يعمل على السرعة نتاعو، ساعات يعمل على الفنيات نتاعو هو والوضعية اللي محطوط فيها. في آخر 3 سنوات خاض أكثر من 97 مباراة رسمية، الأهداف اللي سجلهم 19 تمريرات حاسمة، 18 تمريرة حاسمة، يعني مساهمات التهديفية المباشرة في آخر 97 مباراة كانت 18 سامحوني 37 يعني صناعة، بين صناعة وبين تسجيل للأهداف. دونك حكيت لكم على نقاط القوة، قلت لكم معناتها عنده المراوغات الفردية، اللي عنده زادة خبرة أوروبية كبيرة، وزاد القدرة في صناعة الفرص كما ليكي باس حكيت لكم عليها. حكيت لكم زاد على المرونة التكتيكية. اش معناتها مرونة تكتيكية؟ معناتها اللاعب وين تحطه تلقاه، وين تحطه يتحط، يلعب يعني جناح أيمن، جناح أيسر، خلف المهاجم، وصانع ألعاب. دونك المساندة الدفاعية هي اللي ربما كيف يعمل هيك سبرينت هذاك ويطلع لقدام ويعاون برشا في الثلث الهجومي الأخير. دونك يترك المساحات ويرجع متأخر شوية. وعندك الصراعات الهوائية، خاطر الطول تاعو 178 دونك معناتها الصراعات الهوائية ما ينجحش فيها بالباهي. ذاك علاش هذه بعض نقاط الضعف اللي حكيت لكم عليها، لكن بالنسبة لي ما نحكيش في نقاط ضعف، ما ركزش عليهم برشا بحكم اللاعب هذايا عنده قيمة فنية عالية برشا تشفع له. دونك نحكيو توا على موضوع يوسف البليلي قبل ما نختموا الحلقة هذه. مرة أخرى نذكر أكيد باللايك والاشتراك في القناة باش تشجعونا على الاستمرار أكيد في تقديم الأفضل أحلام كاشخين. دونك المحامي أنيس بميم قال أنه يمكن لأي فريق تسجيل أي لاعب من خلال إدراج وتوثيق عملية انتقال اللاعب دوليا عبر نظام فيفا ترانسفير ماتشنج سيستم اللي هي TMS، وهو نظام إلكتروني الذي تستعمله الأندية والاتحادات لتسجيل ومتابعة الانتقالات الدولية. شريطة توفر نسخة من عقد الممضى من الطرفين، نسخة من جواز السفر اللاعب، وطبيعة انتقال اللاعب انتقال حر أو بنظام الشراء أو الإعارة. تلقى محمد يوسف البليلي عرض صالح لمدة 10 أيام من مولودية الجزائر، غير أن الفريق الجزائري لم يفعل العقد ولم يقم بتسجيله بعد المدة المتفق عليها، وبالتالي فإن العقد يعتبر ملغى واللاعب يصبح حر من كل ارتباط. وفي صورة إمضاء اللاعب البليلي لعقد مع مولودية الجزائر في المدة المتفق عليها، فإنه يسري من تاريخ إمضائه، وبمجرد إيداع تجديد العقد مع تحصل محمد يوسف البليلي على الإجازة الجديدة يكون اللاعب مؤهل قانونيا، وبالتالي يمكن له اللعب مع الترجي الرياضي التونسي. النزاع القائم بين البليلي مع مولودية الجزائر لن يكون مؤثر على مشاركته في الرابطة المحترفة الأولى إلى حين البت في الملف. معناتها لين الفيفا تصدر القرار فراه المشاركة مع البليلي ماهيش باش تأثر في القرار أو في الملف. دونك يعني على حسب المحامي أنيس بميم فإنه مشاركة البليلي في المباراة القادمة أمام النجم الساحلي وحتى في المباريات الأولى اللي باش يخوضها الترجي لن تؤثر، حتى ولو كان بعد يعملوا مثلا احترازات ولا غيره على النقاط، لأنه اللاعب حاليا حر من كل ارتباط. يعني الترجي كيف سجلوا بطريقة قانونية
وذلك بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين إدارة المولدية واللاعب الجزائري دون تسجيل اللاعب. وكما شفنا البليلي والوالد متاعو حكاو وقالوا في موقع الهداف صرحوا، قالوا راهو كيف طلبوا العقد، نسخة من العقد باش يلتجئوا بها للفيفا باش يعاونهم او باش يساعدوا في الملف نتاعو لتخفيف العقوبة. فريق المولدية رفض، لكن فريق الترجي اعطاه التصريح. دونك لهنا نجموا نفهموا الامور اكثر. ان شاء الله هكي تكون وضحت لكم الصورة. تصلي على رسول الله وما تنساش مرة اخرى اكل لايك والاشتراك في القناة. في الامان، بسلامة.